يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الكثير من الألقاب رفقة فريق النصر السعودي الموسم المقبل، ولم يتمكن كريستيانو رونالدو من التتويج بأي بطولة مع النصر في الموسم الماضي، لكنه اعترف بأنه يستهدف الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب الموسم القادم. وصرح رونالدو في حديث نشرته شبكة سكي سبورتس العالمية قائلا: سنخوض العديد من البطولات خلال الموسم، نأمل في الفوز بكل الألقاب، نعلم أن الأمر سيكون صعبا ولكن نمتلك فريقا جيدا، كما أن لدينا مدرب ولاعبين جدد، نمتلك نفس الطموحات التي كانت لدينا العام الماضي، نتطلع إلى موسم رائع بالطبع، نود الفوز ببعض الألقاب هذا العام، دعونا نرى ما سيحدث. يرى بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن النجم إيرلينغ هالاند بات أكثر لياقة مقارنة بما كان عليه في نفس الوقت من الفترة الاستعدادية للموسم قبل عام. وصرح غوارديولا في حديث نشره الموقع الرسمي للنادي قائلا: هو أفضل بكثير في الوقت الحالي مقارنة بما كان عليه عندما وصل في الموسم الماضي، أعلم أننا نود أن نكون مثل الموسم الماضي، إنه يبدو جيدا لكنه لا يزال بعيدا عن أفضل حالة مثل الجميع، لذلك كان الأهم بالنسبة له هو تسجيل هدفين في المباراة الأولى، لأنه لم يستطع التسجيل في المباريات الأخيرة في الموسم المنصرم. المهم هو الإيقاع والزخم، نحن نعمل على ذلك طوال الوقت، نعرف بالضبط ما يجب عليه فعله، نحن نعرف وفي غضون أسابيع قليلة سنكون أفضل حالا من الآن. وكان هالاند قد تألق في موسمه الأول رفقة مانشستر سيتي وسجل 52 هدفا في مختلف المسابقات. كشفت صحيفة آس المدريدية من خلال مصادرها الموجودة في معسكر ريال مدريد بالولايات المتحدة عن أكثر جملة خرجت من أنشيلوتي في التدريبات الأخيرة مع ريال مدريد. أكثر ما تم سماعه مرارا وتكرارا في التدريبات هي كانت الجمل التي تركز على الكثافة، للأعلى لا تتركه يفكر، ويقصد هنا الضغط على الخصم وجعله لا يستطيع التفكير. ويحاول المدرب الإيطالي أن يحول الريال لفريق شرس بدنيا لكي لا يتكرر ما حدث ضد مانشستر سيتي في الموسم المنصرم. يترقب عشاق ومحبي كرة القدم مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد يوم 29 من هذا الشهر، وذلك استعدادا للموسم الجديد. وتقام المباراة على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار ودي يجمع بين الطرفين ضمن استعدادات الأندية للموسم القادم. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 1 صباحا بتوقيت الإمارات، الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وتقوم شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباراة الكلاسيكو. من المعروف عن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان أنه بارع للغاية في تسديد ركلات الجزاء، ولا أحد ينسى طريقة تسديده لها في المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين. الملاحظة حاليا أنه بعد نهاية تدريبات ريال مدريد أصبح فينيسيوس جونيور يتدرب بكثافة على ضربات الجزاء لمدة 10 دقائق بتوجيه من مساعد أنشيلوتي، حيث يريد أن يتقنها قبل وصول مبابي إلى الريال ليكون هو مسدد ضربات الجزاء في الفريق، لكي لا يخطف منه كيليان هذا الاختصاص عند وصوله إلى لوس بلانكوس. فاجأت صحيفة آس المدريدية الجميع عندما كشفت عن أن قضية كيليان وباريس قد تذهب إلى المحاكم لحل مشكلة العقد، فاللاعب والنادي يخوضان الآن معركة كبيرة جدا. عقد مبابي الجديد مع باريس يقضي بحصول اللاعب على 72 مليون سنويا، وتوجد مكافأة تجديد قدرها 180 مليون مقسمة على 3 دفعات، وعليه أن يستلم هذا الموسم الدفعة الثانية ب60
مليون، بجانب وجود مكافأة ولاء من المفترض أن يحصل عليها إن استمر مع الفريق على 80 مليون، وسيحصل على النصف الأول منها في أغسطس والنصف الثاني في يونيو المقبل، ولو استمر موسما ثالث يحصل على 90 مليون. وبناء على هذه الأرقام فلدى اللاعب اليد العليا في العقد، لأنه لا أحد يمكنه أن يجبره على المغادرة حتى نهاية عقده. لذلك يتوقع الإعلام المدريدي بأنه في حال لجوء الطرفين للقضاء سيربح مبابي الحكم، لكنه سيتسبب في شرخ دائم بين اللاعب وجماهير البي اس جي. كشف الصحفي روبرتو غوميز عن هوية الشخص الوحيد الذي يعرف كيف ستنتهي قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات هذا الصيف. غوميز صرح خلال حديث له عبر إذاعة راديو ماركا المدريدية قائلا: الشخص الوحيد الذي يعرف كل ما سيحدث مع مبابي هو الرئيس فلورنتينو بيريز. بيريز هو من يدير كل شيء في هذه العملية بالفعل. نعم، على المستوى الرسمي ليس هناك أي تحرك من ريال مدريد من أجل التوقيع مع كيليان، ولا علاقة للنادي الملكي بالأساس بالموضوع، ولكن خلف الكواليس يعتقد الكثير من النقاد بأن بيريز هو من يتحكم في مجريات الأمور ويدير العملية برمتها بالفعل، ولا يأخذ اللاعب أي خطوة إلا بعد أن يخبره بها رئيس الريال حتى يتمكن في النهاية من الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف. يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قد اقترب بشكل كبير من حسم التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية في ظل نهاية عقده مع البي اس جي. وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من المتوقع أن يغير من النهج الخططي لفريقه الموسم المقبل، ويسعى أنشيلوتي حاليا للاستفادة من قدرات فينيسيوس باللعب كمهاجم ثاني بجانب كيليان المتوقع التعاقد معه هذا الصيف وقيادة هجوم الريال الموسم القادم. وسيمثل التعاقد مع مبابي ضربة قاضية للبرازيلي رودريغو غوس الذي سيفقد موقعه في تشكيل ريال مدريد مع النظام التكتيكي الجديد لكارلو أنشيلوتي. وعلى مستوى المهاجم الإسباني خوسيلو، فعند التعاقد مع مبابي سيتحول لبديل ليشارك في بعض المباريات فقط، ولن يحصل على دور أساسي مع اللوس بلانكوس. وسيكون مبابي بمثابة القائد الجديد لهجوم ريال مدريد الموسم المقبل بدلا من مواطنه كريم بنزيما الذي انتقل إلى الاتحاد. حسب رأيكم عشاق النادي الملكي، ما هي أفضل خطة لريال مدريد في حال التعاقد مع مبابي؟ اللعب ب3 مهاجمين في الهجوم أو مهاجمين فقط؟